بكتب اسمك يا بلاد عالشمس سايرين زمايلي ولا ولادي على خوفي النبي حبيبي. اليوم مشاركة بيوم النحر القريب اللي تنشرنا من بلاد كثير بال 42 واليوم موضوعنا عن إعادة تدوير أكياس النايلون لأنه مشان نخفف العبء عن شوارعنا عن شوارب المخيم اللي مليانة أكياس واللي بنشتغل منها بنحول الأكياس لقطعة كروشيه من خلال شغل الكروشيه. احنا بنحكي عن فلسطين ومن وعي جيل كامل بنحاول انه نعطيه الفكره ونوصل الفكره صح لهذا الجيل ان شاء الله. اول شيء احنا بنحكي عن كل شيء بخص التراث الفلسطيني من خرائط من تطريزات، التطريزات اللي هي ابدا ما بتندثر، يعني كيف ما مشيتي بين الناس بالمخيمات بالاماكن بتلاقيهم عم بيعملوا تطريزات عم بيطرزوا كله هذا الشيء عم يدل على الوعي اللي قاعد عم موجود عندنا بالمخيمات بالنسبه للاماكن الفلسطينيه، لان حتى التطريزات ترمز لكل بلد بفلسطين او كل منطقه او كل قريه بفلسطين. علمنا عاملين نكبه عشان نسوي مخيمنا وتقدم المفردين عباراتها في هذول الاطفال وسكن لكم انا حكيلكم كل عزة على مخيم. أنا بحب الأجواء كثير وسكن لكم وتحية فلسطين.